أسعد الله صباحكم. طبعا اليوم الثاني، اليوم 30 مارس، نبدأ التجربة لنظرية الكوب والحركة. طبعا قست السكر الصباح طالع 116، الحمد لله نتيجة مطمئنة مبشرة. دورنا لهذا اليوم هو عبارة عن، أنت طبعا تقدر تاكل اللي تشتي، يعني تاكل اللي في خيارات ثانية، مش ضروري تمشي بنفس النمط اللي أمشي عليه. رغيف أسمر أو بر، وهنا عندي فاصوليا طبعا من حق بالليل، اللي يسرف حرام. عندي هنا فلفل، نص كوباية لبن. وهذا فطور اليوم إن شاء الله. جاء وقت الظهر، الآن حان وقت الغداء. طبعا قسنا السكر طلع 154. عندنا هنا سلطة مع التونة، بصل، فلفل أخضر، خبز. ولا تنسوا الماء، مهم اشربوا كثروا من الماء. الآن وقت المغرب. طبعا النظرية اللي أتكلم عنها تختص جزء منها بالغذاء والجزء الثاني بالحركة. الآن حان وقت الحركة، حسر من 15 إلى 20 دقيقة أمشي، مش متوسط. يا أخونا أنا خلصت البر لهذا اليوم، أكلت بهذا الدرك. رجعت الآن قست السكر، مش تصدقوش والله أنا تفاجأت من نفسي. أكلت من هذا بوريكم، قست السكر طلع 330، والله ما أكذب عليكم. الظهر كان 156 والصباح 116، الآن طلعنا 330. بس برضو بقول لكم إيش أكلت قبل الساعة 5. أكلت من هذا اليمنيين يعرفوا، روتي يمني. أكلت واحد ناشف، لا ماء ولا أي شيء. يمكن هو سبب ارتفاع السكر، وبنفس الوقت إني لما قريت عشان السكر التراكمي عندي عالي فالكبد يفرز سكر زيادة. العشاء اليوم إيش؟ العشاء قرقير، فول. أنا حاكل الخبز هذا الأسمر، لن أغير الخبز الأسمر ولن آكل غيره. وإن شاء الله بكرة نكمل باقي التجربة، وأتمنى لكم يوما سعيدا.